منذ أن بدأت هذه الأزمة، وأقول بغض النظر عن الموضوعية لنتكلم عن العاطفية، نجد أنفسنا في موقف محرج. محرج لماذا؟ لأن اعتراف دولة مالي عبر حاكمها أو رئيس فترتها الانتقالية الجنرال عاسيمي غويتا، ذلك الاعتراف الذي جاء يوم 10 أبريل 2026 كانت ضربة قوية لأعداء الوحدة الوطنية المغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللايف وفي هذا الفيديو الحصري العاجل لأبي طالب الموريتاني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا أرحب بكم وأجدد بكم الترحاب إخواني في هذا الفيديو الحصري لأبي طالب الموريتاني، حيث سوف يكشف لكم الجزائر تستغيث مالي تضرب الجزائر وتورطها في ملف ثقيل بعد الهجوم المسلح الذي وقع. قبل أن نذهب ويكشف لنا بالطالب الموريتاني كل هذا، لا تنسوا إخواني كما العادة الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس وتعليق بعد مشاهدتك لهذا اللايف. إن شاء الله بالنهاية سوف أعود وأعلق معكم وأناقش على كل ما سوف يكشفه أبي طالب الموريتاني. نذهب الآن إليه مباشرة. تبارك الله عليكم، واصلوا معنا. شكرا شالنج، واصلوا معنا. احنا في المئة الأخيرة إن شاء الله، نحن في المئة الأخيرة إن شاء الله. واصلوا معنا لأنه في تطورات يجب أن نتحدث عنها ومهمة جدا. هناك من كان يتمنى بعض الأمور، ولكن في هذه الأمور يجب أن نكون موضوعيين، نترك العاطفة جانبا، نترك ما نتمنى ونتعامل مع الأحداث بكثير من الموضوعية. نتعامل مع الأحداث بكثير من الموضوعية. كبسوا شير يا إخوة الكرام. طبعا أقفلنا التعليقات لأنه حسب ما قيل لي أن دائما التعليق يأتي معاه التبليغ وشيء من هذا القبيل، فأردنا وصلنا لمرحلة متقدمة. تعاونوا مرة أخرى، تعاونوا بالدعم، خاصة وصلنا 400 ما يزيد على 400. اللي عنده شي وردة لوحة، اللي عنده شي أي شيء لدعم الحساب حتى يعني نستطيع أن نتغلب على الخلية السرية، الخلية السرية التي تحارب حساباتنا، الخلية السرية التي تحارب حساباتنا. شالنج بارك الله فيك. سي سعيد سنايبر الله يحفظكم. شكرا سي عمر. لاله براءة. تواصلوا يا اخوة الكرام، واصلوا الضغط عليهم. سي سعيد مرحبا، واصلوا الضغط، راح قراب. اوميغا تبارك الله عليكم. الحمد لله احنا نقترب شيئا فشيئا. لاله سناء، توني بارك الله فيكم. سي جمال الله يحفظكم. احنا قربنا ان شاء الله، نحن على بعد 5 أشخاص أو 6 إن شاء الله ننطلق في هذا اللايف اللي حسب رأيي مهم جدا وفيه معلومات مهمة جدا. في معلومات مهمة جدا. تعاونوا معنا بالتكبيس وشير، وبفضل الله وبفضل الله. شكرا تنزي، بفضل الله ثم بدعمكم الحمد لله وصلنا بسرعة إلى 500. شكرا سي سعيد، وعلى بركة الله. هذا هو اللايف الثاني هذا اليوم، الثلاثاء 28 من أبريل 2026. اللي تبع معنا اليوم كان مهم بالنسبة لي، مهم جدا بالنسبة لي يا إخوة الكرام. كان مهم بالنسبة لي كنت أخطئ، ولكن كانت عندي قناعة وموضوعية في قراءة المعلومات. خلينا نكون واضحين وخلونا نضع الأمور في نصابها. On va mettre les points sur les i.
et on va bien entendu annoncer les couleurs et nos couleurs qui sont d'ailleurs beaucoup plus claires aujourd'hui. قلت يا أخوة الكرام سنضع بعض المسلمات، سنضع الأمور في نصابها، سنضع النقاط على الحروف في هذه الأزمة التي تقع في الساحل وخصوصا في جمهورية مالي. في جمهورية مالي، وليس هنا أحد يعني يجحد أو لا يبين ما هو توجه. احنا توجهاتنا واضحة وأهدافنا واضحة. نحن ندعم بطريقة مباشرة ولا غبار عليها، والأسباب ذكرناها مرارا وتكرارا. ندعم القضية الوطنية المقدسة المغربية، وحدة الترابية للمملكة المغربية، وكل من يدعمها ويسير في مسيرتها فنحن سنضع أيدينا في أيديه. هذا بالنسبة لنا قضية حياة أو موت، يفهمها اللي بغى يفهمها، أمور تكون واضحة. منذ أن بدأت هذه الأزمة، وأقول بغض النظر عن الموضوعية لنتكلم عن العاطفية، نجد أنفسنا في موقف محرج. محرج لماذا؟ لأن اعتراف دولة مالي عبر حاكمها أو رئيس فترتها الانتقالية الجنرال عاصمي غويتا، ذلك الاعتراف الذي جاء يوم 10 أبريل 2026 كانت ضربة قوية لأعداء الوحدة الوطنية المغربية، وكانت تقوية للخط الذي يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ومهما كانت الأسباب، مهما أقول كانت الأسباب، إسقاط هذا النظام سيعتبر وسيؤول على أنه ضربة للمغرب في المنطقة، لأن هذا السقوط سيأتي 15 يوم بعد هذا الموقف التاريخي. وأنتم تعلمون أن السي ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي تنقل في نفس اليوم إلى باماكو ليعرب عن رسالة خاصة لجلالة الملك محمد السادس أمده الله بالصحة والعافية في اتجاه مالي. بل كانت هناك بعض الإجراءات السريعة في حق مالي والماليين، حيث تم إلغاء كما تعلمون التأشيرة الإلكترونية وكل هذه الأمور وكل هذه القيود، وتم زيادة المنح، وهذا يبين أنه مسار واضح. إذن بالنسبة لنا سقوط نظام غويتا في هذه الظروف سيعتبر ضربة لمسار تقوية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. لماذا؟ لأن نحن نعلم أن النزاع الحقيقي هو بين المغرب والجزائر، وهذه دولة محاذية للجزائر واعتمدت عليها الجزائر في كثير من المراحل، وحدودية للجزائر. إذن حتى أن بعض الضباط المتقاعدين في موريتانيا في بعض تدخلاتهم قالوا أن الموقف هو نوع من سموها إيميلياسيون، يعني نوع من ليست فضيحة حتى أتذكر الترجمة بالعربية، ولكن قالوا أنها ضربة للدبلوماسية الجزائرية وللموقف الجزائري فيما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. بمعنى أننا كنا نعيش بروباغندا قوية على أن نظام غويتا سقط، لأنه لم يظهر منذ عملية فجر 25 أبريل 2026. ونحن نتابع بدقة، وكل شخص لديه مصادره، ونحن طبعا لدينا مصادرنا ولدينا اتصالاتنا ولدينا أبناء عمومتنا من الماليين حتى
نحن لدينا أبناء عموما من مالي في باماكو وفي أزاواد وفي كل مكان، وفي المخيمات ونتوصل بالمعلومات، ولكن المعلومات تأتي من هنا ومن هناك، ويجب على الشخص الذي يتلقى هذه المعلومات أن يكون لديه من الخبرة والحنكة حتى يصفي المعلومات ويعلم ما هو قريب من الواقع والحقيقة وما هو ربما يدخل في البروباغندا. لذلك كتبت: أين هم المحللون والمراسلون الذين أكدوا سقوط غويتا؟ أين هم المحللون والمراسلون الذين أكدوا سقوط غويتا؟ اليوم في لايفي ونشرت ذلك قلت لكم أن الرجل حسب رأيي والمعلومات ما زال في مكانه وما زال يتحكم في حيز من الجيش ومالي، والحمد لله كلامنا هو اللي صدق. غويتا ظهر اليوم وهو يعزي والدة وزير الدفاع الذي اغتيل، ظهر وهو يزور المصابين في المستشفى في باماكو وما زال يسير الأمور، وظهر مع السفير الروسي في باماكو. إذا نحن قلنا أن هناك عدم ثقة وهناك ولكن الرجل ما زال يدير الأمور وما زال في منصبه. لكن الغريب أن لاحظنا بعض المراسلين ومن الرباط، سأضع خط هنا لأنه عندما تأتي المعلومة من الرباط يجب التعامل معها بكثير من الحكمة ومن العقلانية ومن التقبل حتى، ولكن كانت تأتي المعلومة من مراسلين مع فرانس 24 من الرباط يؤكدون أن الرجل سقط وأنه يبحث لنفسه ولعائلته الخروج. وأنا سأقرأ عليكم. اسمع الأحداث التي عرفتها مالي. ظهر اليوم رئيس الجنرال أسيمي غويتا يزور الجرحى وعائلة الجنرال ساديو ولكن هناك تغريدات ومراسلات من الرباط كادت أن تزعزع كثير من الأمور. تقول أن غويتا انتهى أمره وأنه الآن يفاوض من أجل الخروج ومن أجل تأمين نفسه هو وعائلته. وأنا قلت في نفس الوقت، شكرا لالا خديج، قلت في نفس الوقت أن هذا الأمر في الحقيقة سيعتبر ضربة في مصلحة وفي صالح الجزائر التي تضررت من اعتراف الرجل بمغربية الصحراء. هذه حقيقة. فأنا لم أعد تقريبا أفهم هذه الأمور، لأن الأمر شيء غريب أن تأتي هذه البروباغندا من الرباط. وأتمنى أن لا تقع هفوات وأخطاء. نحن نعيش مرحلة تحولات حساسة جدا ونراقب الأمر بطريقة عميقة وكيسة ورزينة، ونتمنى أن لا تتكرر بعض الأخطاء وبعض الهفوات التي لا نريد أن نعود إليها، رغم أنها عندنا. هناك في الماضي وقعت أخطاء دبلوماسية كلفت المملكة المغربية الكثير، ووقعت أخطاء استخباراتية وعدم تقييم صحيح للأوضاع كلفت كذلك المملكة المغربية خسائر كبيرة جدا على المستوى الدبلوماسي. اليوم أعتقد أنه يجب أن نكون حذرين ودقيقين في معلوماتنا وأن نعرف إلى أين نتجه وفي أي جهة تبحر الباخرة. هذا أردت أن أؤكده حسب ما ظهر اليوم من معلومات. وأنا طبعا سأنشر لكم بعض الصور. ها هو أسيمي غويتا هنا مع والدة المرحوم كامارا، المرحوم سعيد كامارا.
أو سيدو كامارا، هو أسيمي غويتا جاء لوالدته يعزيها أمام الجميع، صح ولا لا؟ هنا غويتا مع السفير، غويتا هنا مع السفير الروسي، هذا كل اليوم. أسيمي غويتا هنا يزور المصابين في المستشفى في باماكو، هذا أسيمي غويتا. هل هذا الرجل الآن يفاوض من أجل هروبه ومن أجل تأمين أسرته، أم أنه هو أمامكم يزور يعني الكثيرين؟ وهو هنا جالس، هو السفير الروسي ومع أعضاء المجلس العسكري. وأبعد من ذلك أن أسيمي غويتا الآن ونحن نتحدث يلقي خطاب. شكرا لاله خديجة، شكرا. الآن ونحن نتحدث أسيمي غويتا يوجه خطاب مهم للشعب المالي وعلى التلفزة المالية، أعلنوا ذلك على التلفزة المالية، وسيصلنا خطابه وسيكون خطاب واضح وسيؤكد لنا كثير من الأمور. إذن نحن نعتقد أنه وقعت هناك ربما بعض التفاهمات. الذي وقع ليس ببسيط. شكرا علي العروسي. الذي وقع هو استهداف قوي للنظام في مالي، وقطعا أنها ضربة قوية، وخاصة أن الروس انسحبوا من الشمال وانسحبوا بتنسيق مع الجزائر. لماذا؟ لأنه قطعت الإمدادات. وأعتقد أن ما وقع كان قد وقع سابقا. النظام سيفقد السيطرة على الشمال المالي، ولكن سرعان ما سيستردون ذلك. وأنا أعتقد أن هذه المرة ستكون القاضية، لأن ستؤخذ جميع الإجراءات. وأعتقد كذلك أن الأمريكيين هذه المرة سيكونون موجودين. وهنا سأنتقل بكم مباشرة إلى بعض الأمور تزامنت. الأفريكوم الآن في المغرب، وهذه محاكاة للبي 52 البي 52 القاذفة الأمريكية القوية، وفي محاكاة مع F-16 المغربية. رسالة ردع قوية من حليف المغرب الاستراتيجي في المنطقة. كما ترون هنا، ها هي الطائرات. ولكن في نفس التوقيت يا إخوة الكرام، دقيقة، في نفس التوقيت كان يجتمع في الجزائر كان الرئيس الجزائري يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، أفريكوم. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل نائب كاتب الخارجية كريستوفر لاندو، وقائد القيادة العسكرية لأفريكوم الجنرال داغفين أندرسون. اليوم في المرادية، والقضية
لها علاقة بما يجري في الساحل. جاء الأمريكيون ليستمعون مباشرة من فم رئيس الجمهورية الجزائرية مواقف واضحة من أمرين. الأمر الأول ما يقع في الساحل، لأن الأمريكيين يفهمون جيدا ويعرفون من وراء العمليات في الساحل، وكذلك كيف سيدبرون إنزال 27 وخاصة وأؤكد ما هو مستقبل الميليشيات المسلحة التي تدعى جبهة البوليساريو. هذه معضلة قوية. هذا تقريبا ميليشيات تم التعامل معها على أنها جيش، وهي تسير كالجيوش النظامية. وهذا هو الفرق بين البوليساريو وبين الجماعات الأخرى. يا أخوة الكرام وأخوات، يجب أن نفهم الأمور ونضعها في سياقها. البوليساريو تسير كجيش نظامي بجميع يعني طرقه ونظمه، ليس كميليشيات كما ترون في شمال مالي. هذه حرب عصابات، حرب ما يسمى يعني بالحرب العشوائية. ولكن جبهة البوليساريو تملك، يمكن أن نقول أنها تملك جيشا نظاميا. هكذا أرادت الجزائر. وهذه هي المعضلة التي كيف سيتم تفكيكها، وخاصة أقول خاصة أنه رغم أنه يجب الأدلة ويجب كشفها، ولكن العلاقة بين ما يجري في شمال مالي وبين هذه الميليشيات المنظمة في جبهة البوليساريو لا يمكن أن ينفى الأمر، بل أنه متنفس لجبهة البوليساريو ولعناصر من جبهة البوليساريو داخلة على الأزواديين وعايشة معهم، وأسرهم في نفس المخيمات. هذه حقيقة، وهذه معضلة. أما تفكيك المخيمات واللاجئين هذا عنده مسطرة واضحة، والأمم المتحدة ستتعامل معه حسب تلك المسطرة. هناك أولا تحديد هوية هؤلاء اللاجئين، ثانيا هناك مسطرة لإعادة إدماجهم ولرجوعهم إلى أهاليهم وإلى أرضهم إن كانت لهم يعني أصلا موقع هناك أو مكان هناك. انتهى الأمر. ولكن المعضلة هو هذا الجيش الشبه النظامي الذي تملك جبهة البوليساريو منذ 73، والذي خاض حروبا. يجب أن نتحدث بالأمور بطريقة عقلانية وموضوعية. جبهة البوليساريو الجيش الذي عندها عنده تراكمات. هذا الجيش بدأ بحرب عصابات ضد الإسبان أولا، عصابات آنذاك، ولكن عندما دخل في الحرب مع موريتانيا ومع المغرب تحول إلى جيش نظامي تقريبا، ثم وصل في الحرب مع المغرب حتى 91. فلديه تراكمات ولديه تجربة وموجود على الأراضي الجزائرية، وعناصره تدخل من هنا ومن هناك وتتحرك في دول الساحل، تارة عسكريا وتارة في مجال التهريب وتارة في جميع المجالات. هذا شيء معروف، هو الذي يجب التعامل معه، ليس شيء آخر. إذن يا أخوة الكرام، نحن في الحقيقة منطقتنا تعيش على وتر تقلبات
خطيرة جدا، وعلينا أن نكون حذرين ودقيقين، وعلينا أن نعتمد على الناس الأوفياء والصادقين، ولكن متمكنين ويعرفون المنطقة جيدا. هذه هي النتيجة، لا أكثر ولا أقل. هذا هو الذي أردت أن أتحدث عنه في هذا الباب. هناك أمر آخر يقع اليوم في دول الساحل. دقيقة فقط، هذه كانت هذه هي دول الساحل التي يعني دول الساحل اللي قالت أنها تكون جيش مشترك وقوة مشتركة. الدليل أن الجزائر كانت تخطط لضربة قوية لمالي، والتي فعلا بدأت يوم 25 أبريل 2026، أن قبل العملية استدعت هذا الرجل حتى لا يتحرك. استدعت هذا الرجل الذي يملك قوات النيجر، استدعته وعرضت عليه كثير من المشاريع وكثير من المساعدات حتى لا يتحرك. وعجيب فعلا أن دول الساحل تستهدف دولة بهذه الطريقة، ولا نرى تضامنا ولا تدخلا قويا. يقال أن القوات الجوية تدخلت، ولكن حسب ما رأينا كان التدخل يجب أن يكون سريعا وفي وقته، هذا لم نراه. وشخصيا لدي فكرة أن الرجلين كل منهما اختار طريقه. هذا ربما يعني انتبهت لهذا الأمر. تبقى طبعا موريتانيا. زار الرئيس الموريتاني قبل هذه العملية فرنسا، وزار أو تم دعوته من أخيه محمد بن زايد أيضا مباشرة بعد هذه العملية، بمعنى أن العملية وقعت يوم 25 أبريل الفجر. في المساء دعا محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الرئيس الموريتاني إلى مشاورات باش تكون الأمور واضحة. محمد بن سلمان كان يدعم النظام في مالي، واستثمر في النظام في مالي، وكان وراء اقتناء المسيرات من تركيا إلى مالي محمد بن سلمان. وأنا أعتقد أن محمد بن سلمان دعا أخاه يعني السيد محمد بن الشيخ الغزواني للتشاور حول ما وقع، لأن يجب أن نعلم أن أطول الحدود المالية هي مع موريتانيا ب2240 كيلومتر، وأن وقعت صدامات بين الموريتانيين والماليين على الحدود. بمعنى أنا أعتقد أن هذه المشاورات كانت لمحاولة كما يقال التفاهم، وحتى لا تنخرط موريتانيا في سياسة الجزائر. أنا جبتها لكم من الآخر، هذا هو الذي تخشى الكثيرين يخشون، لأن إذا تعاونت موريتانيا والجزائر ضد النظام في باماكو فسيسقط، لأننا نتحدث
استعطينا دقيقة حتى يعني نشوف باش نجبروا خريطة يعني نستطيع أن نفهم بها ماذا يجري. أريد خريطة فقط حتى تشوفوا بأنفسكم كيف أن الأمور يعني. هاي الخريطة قدامكم، هذه مالي، هذه مالي. تصوروا أن موريتاني والجزائر صافي، هذه 2240 كيلومتر، زيد عليها 1300 كيلومتر، خلاص مالي تنتهي مالي. إذا وقع تحالف الجزائر وموريتانيا ضد النظام في مالي سيسقط. سيخنق تماما. والذي نحن نتمناه هو هذا الخط باماكو نواكشوط الرباط يتم ترميمه، لأن هذا هو اللي في مصلحة الوحدة الترابية للمملكة المغربية. هذا باش تفهموا كيف نفهم الأمور ما هي طريقة تفكيرنا. اسمحوا لي نطلق لكم شوي يعني التعليق حتى أتفاعل معكم شيء. أطلس وعليكم السلام ورحمة الله. حتى أتفاهم شيئا ما معكم حول يعني التعليق. عبد الواحد يقول لك سير على الله، الله يبارك فيك. الجغرافي تحياتي لك. سيمو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على دعمكم وعلى تكبيسكم لللايف. الحمد لله دائما إلى الأمام، والكل بفضل إن شاء الله اللبؤات المغربيات، بفضل الإخوة. شكرا لكم على الدعم. نعم شكرا لك على الإهانة. إخوة الكرام، الأخ أعطاني المفردة الدقيقة، سي رشيد شكرا، أعطاني المفردة الدقيقة. قلت أن بعض المحللين العسكريين وصفوا موقف مالي على أنه إهانة للجزائر، على أنه إهانة للجزائر. فإذا سقط النظام 15 يوم سيقولون أن هذا من تعرفون مالين تيك توك، يخرجوا لكم مالين تيك توك ويقولوا لكم هذه قوة ضاربة، اللي وصلها مشى، اللي وصلها مشى. شوف فيرجاس علاش تكذب؟ انتوما اللي كذابة يعني الإذلال. يعني فيرجاس يقول لك علاش تكذب؟ كل ما أقول لك تراه بعينك. فيرجاس ولا ما فيرجاس ولا، أنا راه كل ما قلت لك راه شفتو بعينك. كنت مدة 3 أيام منذ 25 وتقولون أن الرجل هرب، وأن الرجل يفاوض على حياته وعلى أسرته، وادخل الآن يا أخوة الكرام، سأحاول أن أدخل الآن حتى تستمعوا إلى خطاب أسيمي غويتا مباشرة على التلفزة الرسمية المالية. دقيقة. ORTM.
هيا على المباشر. هذه على المباشر. وشفتوا قويتها، راكو قويتها على المباشر في التلفزة المالية الآن يشاهده 24,000 24,000 يتابعونه، هو مع والدة وزير الدفاع، مع والدة وزير الدفاع يعني وهما القيادات ذاك كان قائد الأركان مع القيادات في المباشر، وهذيك والدة وزير الدفاع المالي. هاو بالمباشر. هو مولاي جاء وشتي يا مولاي. بعد قليل سيتوجه قويتا بخطاب للماليين، للشعب المالي بعد قليل. شوف، هناك من كان يتمنى سقوط الرجل وسقوط النظام في مالي. نحن لم نتمنى ذلك، ولا نتمنى ذلك في هذه الظروف، لأنه سيعتبر فشل، ونحن لا نرضى الفشل. طلع مولاي، فين هو مولاي؟ هاي السي لاله مريم موجودة. طلع لنا السي مولاي. تفضلي مباشرة لاله مريم، تفضلي. أبي طالب، عليكم تحياتي السلام. ليك وأتمنى أن تكون بألف خير. تحية الناس اللي معاك زعما في التعاليق، واخا نتمنى ترد بالك مع التعاليق، راك عارف الحملة اللي كاينة لا ديالي. شوف، غادي نحجبها شوية باش نعم تفضلي. نعم أبي طالب، شوف، أنا كنت كتصنت لك البارح، كنت كنتصنت لك صراحة، وعجبني التحليل ديالك اللي ربطتي فيه حول المسألة ديال تقرير المصير والمسألة ديال جبهة التحرير إلى غير ذلك. مم. ومشيت كنبحث، يعني درتي لي فضول اني نعم. يعني نحاول نعرف، لانه حنا يعني بطبيعة الحال لا نحاول ان نبحث على اشياء دائما اللي حنا كنقولوا ربما لا تعنينا، ولكن لقيت ان بالعكس الموضوع هو يعني المغاربة بشكل كبير، وخصنا صحيح. فعلا نبحثوا ونتعمقوا فيه مزيان. فكيبان لي أبي طالب على أن النظام الجزائري، هذا الاعتراف الأخير اللي يعني ديال مالي، سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، وأنها دخلت يعني في هذا الحشد الدولي الكبير اللي استطاعت يعني أن تحشد له الخارجية المغربية ديال سحب الاعترافات والاعتراف بالحكم الذاتي على أنه أفضل حل واقعي. أن الثمن ديالو كان هو هذا ما تعرضت له مالي، هو ما تعرضت له مالي. أنا لا أجد، يعني ملي حاولت نربط لا يوجد تفسير آخر، لا يوجد أي تفسير آخر. الصراع حقا هو الصراع هذه ماشي جديد، هو صراع قديم. الفكرة ديال الوعد بالحكم الذاتي كذلك هي فكرة ليست جديدة، يعني بالنسبة للحكومة المالية مع الأزاواد، مع شمال مالي. ولكن هاد الهجمات هذه الأخيرة بينات على أن فعلا أن هنالك يعني يد خارجية هي التي تحرك هذا الملف، سيرتو ملي ربطناها كيف ما قلتي انت مع الإمام اللي ديكو. هو نعم ديكو، وانا عرفت أنه كان وزير المغرب في 2016، وبعد صحيح. ذلك زار الجزائر في 2025، وبدا كيتكلم عن الجزائر بواحد الطريقه ديال على انها يعني دوله الثوار والشهداء، وكيمجد في عبد المجيد تبون. وكذلك ملي كتربطها كما قلت انت باياد اغالي اللي هو واحد المطلوب كبير من طرف دوله مالي، وحتى ملي كتدخل يعني المقر ديال هو مطلوب اممي،
انا لقيت ان هذا الرجل هو مطلوب اممي اصلا، هو أممي، مطلوب نعم. اممي. نعم، هو طيب. مطلوب اممي، ليس فقط مطلوب مالي، هو مطلوب اممي. أممي. نعم، فهنا كيبان لك على ان مالي هي لم تكن تكذب. ملي خرج لنا احنا الوزير المالي في الامم في الامم المتحده وتكلم بتلك الطريقه وقال عن الجزائر تدعم الكباب، هو لم يكذب. يعني هنا كيبان لك ان هذا الهجوم الاخير يبين هذا، كل شيء. يبين هذا، يبين هذا. يعني ان حتى ديك الطائره المسيره التي اسقطتها الجزائر، هذا كيزيد ياكد على ان مالي لا تكذب على الجزائر، وان الحكومه الماليه، الحكومه المؤقته، هي تعلم على ان الجزائر لا تريد خيرا بمالي، تريد بها شرا. وان هذه القضيه ديال الشعب الطوارق او الازواد واللي كتلعب بها الجزائر، هي لا تلعب بها حبا في هذا الشعب، ديال هذه القضيه اللي حنا ولينا كنسمعوها ديال تقرير المصير، وكانها يعني تحاول انها تصنع واحد الشيء جديد، مثل ذلك الفكر الوهمي اللي صنعته هذوك المرتزقه ديال البوليزاريو، واوهمتهم بواحد الدوله اللي هي موجوده فقط في خيالهم لمده 50 سنه وضحكت عليهم. من اجل ماذا؟ من اجل ان هي تؤدي الوظيفه ديالها اللي هي مخوله لها، انها تكون كواحد الكيان السرطاني مثل الكيان الازرق في الشرق الاوسط. هي صنعت من اجل هذا. اذا تلك التقارير اللي كنا كنقراوها هي غير كاذبه على ان فرنسا صنعت هذا الكيان من اجل انه يبقى يدير الدسائس والفتنه والتقسيمات، وفعلا هي نجحت في ذلك. ولكن انا وصلت لواحد الفكره اخرى، قريت واحد التقرير جميل ابي طالب، ماشي انا وصلت، ولكن التقرير الذي قرات اعجبني، فوصلت به لواحد الفكره اللي بغى يوصلها لي داك التقرير اللي انا قرات، اللي كيتكلم على ان الهدف من كل هذا راه هو القضيه ديال الصحراء المغربيه. الهدف من كل هذا شي الجزائر عندها الطوارق، وهم ابناء عمومه مع الطوارق ديال شمال مالي. يعني هي تعلم على ان اللعيبه بهذه الورقه ديال تقرير المصير وصناعه الدوله لهم، راه مستقبلا هو اللاعب بمصيرها كذلك. انا راك فهمتي؟ تلك شعوب تحن لبعضها تربطها دماء، وانت لفتحتيها شجعت ذلك الشعب على انه يكون له دوله في شمال مالي. مستقبلا غادي حتى اللي كاينين في الجنوب غادي ينضموا لذوك ديال الشمال، وربما يولي ما يسمى بالفكره التي وعدت بها فرنسا هذا الشعب، انها ستعطيهم الحق في ان يؤسسوا ما يسمى بشعب مالي اللي هو ممتد الى ليبيا. يعني هو كاين في النيجر وكاين في بوركينا فاسو وكاين في مالي وكاين في الجزائر، لان فرنسا يعني قسمتهم على الجزائر وقسمتهم على مالي وعلى بوركينا فاسو وعلى النيجر. اما في ليبيا هي لم تقسمهم لانهم كانوا اصلا يعني موجودين في ليبيا. فبالتالي يعني هي كتلعب مستقبلا حتى يعني بمصيرها، ولكن لان هي الان عمياء، يعني هي تتصرف بمنطق الذي لا بصيرة له، كتصرف بمنطق ذلك العداء، وبانها لا يجب ان تخسر هذه المعركه اللي هي كتشوف على انها صافي الاعترافات، ومنها اليوم مثلا ديال الاعتراف ديال كندا. اشنو خاصها دير؟ ماذا ستفعل الجزائر؟ هو ان من اجل انقاذ هذا البوليزاريو اللي هي يعني تريد ان لا ينتهي هذا الملف وان يطوى، وهكا يكون المغرب يعني سحقها امميا وعلى سائر الاصعده. شنو خاصها دير؟ خاصها دير التوتر في تلك المنطقه، لان هي تعتبر على مالي هي منطقه العبور لها لغرب افريقيا ولوسط افريقيا ولافريقيا ككل. فبالتالي اعتراف ديال مالي ربما يسد عليها الطريق. موريتانيا اذا انضمت كذلك مستقبلا هذا سيسد عليها الطريق. لهذا هي خاصة دير البلبلة في مالي، وكذلك البلبلة اللي دارتها الآن بين العلاقات اللي كنشوفوها ما بين السنغال والمغرب، لأن بعد موريتانيا الطريق هي السنغال اللي احنا نمر عنها يعني لإفريقيا، الغرب الإفريقي. فبالتالي هي كذلك وأهداف أخرى اللي هي هاد الناس المسلحين لديها ديال المرتزقه اللي هما خرجوا مؤخرا في التاسيس ال50 ديال الجمهوريه الوهميه بذلك الاستعراض العسكري اللي هو ليس في صالح الجزائر بالطبع. خاصه هي دير هذه النقطه ديال التوتر وهذه الهجمات من اجل ماذا؟ على ان تكون لهم واحد النقطه سوداء تما يتحركون فيها باريحيه. هذا ما تريده الجزائر، هذا ما تريد. هي لا تريد ان تتحمل هذوك الناس عندما يطوى هذا الملف، هذوك الناس هي ليس في صالحها ان تحملهم، وهي تعلم على ان المغرب لن يستقبلهم هاد حاملي السلاح واللي هم ليسوا بمغاربه. فبالتالي خصها تكون تلك المنطقه ديال التوتر اللي في شمال مالي باش ان هذوك الناس تنقلهم تما وتتحرك وتحركهم كيفما تريد في مالي وفي غير مالي، باش تبقى دير الدور ديالها اللي هو دور يعني الدسائس والتقسيمات والفتن. الكل يعلم على ان الجنوب الجزائري الحركات الكبابيه تسرح وتمرح فيه، وهذه ماشي شي حاجه اللي هي غير معلومه. احنا نعلم على ان الوفاق المدني اللي داروا بوتفليقه رحمه الله عليه
كان يعني من بين الاشياء التي تسربت عن ذلك الوفاق غير الكلام ديال ان اللي احنا نعلم انه كل من ثبت عليه يعني سفك دماء الجزائريين لن يدخل في اطار الوفاق، ولكن كان هنالك كذلك اتفاق سري اللي خرجوا تكلموا عليه بعض المعارضين الجزائريين، اللي هو ماذا؟ هو على انه لكم الصحراء جولوا وامرحوا فيها الجنوب الجزائري وداعوا يعني شمال الجزائري يعني مرتاحا آمنا مستقرا، ولكم الصحراء فعلوا فيها يعني الحدود المالية وإلى غير ذلك فعلوا فيها ما تريدون. فأنا أعتقد يعني هذا ما تخطط له الجزائر. والآن احنا يعني أعتقد على أن موريتانيا واعية بالمسألة، والمغرب أخي أبي طالب واعي بالمسألة، لأن موريتانيا تضررت هي كذلك يعني من هذه القضية. راه نفس الشيء فعلته الجزائر مع موريتانيا، نفس الشيء فعلته معها في أواخر السبعينات. فأنا أعتقد على أن هذه الدولتين واعيين. الآن دابا شنو خاصو يكون؟ هو يكون واحد يعني ننتظر هذا اللقاء ديال القائد ديال أفريكوم، شنو غادي ماذا سينتج عنه؟ واش يعني غادي يكون واحد القرار حازم حول هذا التدخل الجزائري، لأنه هو يعني تدخلها كاين يعني غادي يكون شي قرصة أذن للجزائر، ولا أنهم غادي يخليوها ربما كذلك لمصالح ما تعنيهم. لأن أنا أعتقد أن الدول الكبرى لا تريد لتلك المنطقة بالذات ديال شمال مالي وهذا أنها تكون مستقرة. أنت تعلم أبي طالب شمال مالي غني باليورانيوم، غني بالنفط، غني بالغاز، غني بالثروات، وهو من أفقر الشعوب. يعني منطقة غنية وشعبها لا يتمتع بتلك الثروات. والجزائر ليس في صالحها أن مالي تكون مستقرة، ليس في، لأن قال الرئيس الجزائري قال لك أمن مالي من أمن الجزائر وأمن الجزائر من أمن مالي. هي ليس في صالحها أن مالي تكون مستقرة، وأن مالي يعني تمشي حتى هي تقلب على تنمية، وأنها هي يعني تستفيد من ثرواتها. هي ليس في صالحها هذا. هي خصها تلك المنطقة تبقى يعني تجول فيها هذه الحركات الكبابية، والمخابرات الجزائرية يعني تلعب بها كيفما تشاء. هذا ما تريده الجزائر، لأن استقرار هذه المناطق معناه حصار للجزائر. استقرار هذه المناطق هو حصار للجزائر. هذه هي الرؤية ديالي، ربما نكون خاطئة فيها أخي أبي طالب. لا أنا تبعت معك وما شاء الله يبدو أنك استفدت كثيرا من قراءة التقارير فعلا، وأنا أتفق معك خاصة الفكرة الأخيرة. شفتي هذه الخريطة؟ هذا هو شمال مالي من ناحية الحدود مع النيجر. البعض يتحدث عن الأنبوب الأخير الذي تحدثوا عنه، وأن ما وقع هو نوع من اقتطاع الشمال عن باقي مالي لتأمين الأنبوب الذي يمر قريب من الحدود المالية. هذه المنطقة اللي فيها كيدال وغاو، واللي فيها كذلك كما قلتي خيرات أخرى اللي تحدثوا عنها. نحن سمعنا تقارير أن بعض الجيوب النفطية والغازية يتم سحبها من الحدود المالية الجزائرية. هذا أيضا كنا سمعنا، لأن هناك شيء غريب أن كلما اقتربت السلطة المالية من شمال البلاد يعني تقوم القائمة في الجزائر، وكأن هناك منطقة لا يجب للجيش المالي أن يصل إليها. هذا الأمر نحن نلاحظ. أبي طالب واحد المعلومة حول الواقعة الشهيرة نهار اللي الجزائر دارت الأسلاك أو الشائكة باش تفصل ما بينها وما بين مالي. أنت عارف كانوا وقعوا فيها يعني ناس كانوا ماتوا رحمة الله عليهم، وقعت فيها أحداث اللي هي كانت زعما صعيبة. شنو السبب؟ كذلك أن الجزائر كانت استحوذت على المياه في تلك المنطقة في شمال مالي، دخلت واستحوذت على المياه ومنعت ان الناس اللي هما رحلوا اللي هما كيديروا كيف كنقولوا حنا الكسيبه بالدارجه ديالنا يعني يرحلون بالغنائم الغنائم ديالهم، انهم ولاو كيموتوا بالعطش، وهي استحوذت على المياه من غير ما تشاور على مع مالي ولا مع اي كان، يعني دارت شرع اليد. اذا هنا كيبين لك على ان الجزائر هي فعلا ليس في صالحها ان هذه المنطقه تكون مستقره امنه، لان هي تستفيد من هذا الشيء. صحيح. الآن ربما أقرأ شوي من التعاليق ثم بارامتر دادمينستراسيون لي كومونتير. نفتح شوي لي كومونتير لأني قربت أني أختم اللايف، لأنني متعطش لخطاب أسيمي غويتا الذي قيل أنه سيكون الساعة 8 أو 8:30.
لا أدري هل تم بثه أم لا. إيه ها traverse notre pays suite à des attaques terroristes. Survenu le 25 avril 2026. Qui traverse notre pays une gravité, qui traverse notre pays suite à des attaques terroristes. Survenu le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Moki, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Maliens. En ces esprits, المهم إخوة الكرام وأخوات، يعني أقطع اللايف وأتابع. الذي أكد أسيمي غويتا أنهم تصدوا لهذا الهجوم العام، وأنهم أفشلوه، وأنهم أمسكوا عددا كبير من المهاجمين، وأنهم لا زالوا في عملية تشطيب يعني للمناطق. إذن كل من كان حتى الآن يحلم على أن غويتا سقط أو هرب أو أنه يفاوض من أجل أسرته وحياته الشخصية، هو أمامكم غويتا. إذن إلى أن نلتقي هذه المعلومات أترككم في حفظ الله وعونه. تفضلي لنا أبي طالب بالطبع نقول لك في عون الله. هي بغيت نقول لك أن والله لا استغفر الله مشات ليا استغفر الله واتوب اليه على هذه القضيه ديال غويتا. انا اعتقد على ان غويتا غادي تكون، اعتقد غتكون كانت شي مساعده من دوله ما. اعتقد ابي طالب انا صحيح انه هو لابد يكون شي دعم وشي مساعده او شي معلومات استخباراتيه قويه اللي تعطاتو. انا اعتقد ذلك ابي طالب. ربما يعني الايام القادمه يعني تبين لنا يعني شنو اللي كاين. انا اعتقد ذلك. إذن أشكركم. أريد أن أفهم لمن سيوجه الاتهام. قضيه واحد السؤال ابي طالب. انا شفت فيديوهات على كاين اللي تيتكلم بحال الفيديو ديال داك اللي تيقول على انهم البوليزاريو انهم مشاركين في الهجوم، وهذا هو اللي بغيت نسمع. وشفت واحد التقرير كيتكلم على 700 من البوليزاريو. شفت تقرير محطوط في واحد الصحيفه كان حاطه خونا سفيان ابن المغرب، اللي هو مقال صحفي اللي كيتكلم على 700 واحد اللي شداتهم تقريبا الحكومه المؤقته ديال مالي اللي هما من البوليزاريو. هذه الا كانت بصح هذه الادله راه غادي تكون فعلا كارثه. يعني غيجيك التصنيف باسرع مما كنت تتوقع. التصنيف ناو نيت ابي طالب داك التصنيف من مدات نهار يجي ابي طالب غنطلع نزغرت عندك، وخر والله ما كنعرف نزغرت. مرحبا.
تحياتي أبي. إذا شكرا لكم متابعي القناة، لا يزال فيها لمتابعتكم لهذا اللايف بالكامل لأبي طالب الموريتاني. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اغفر لي واغفر لجميع المتابعين والمشاهدين والمسلمين الأحياء والأموات. إذن تحية لكل من تابعنا إخواني من العالم بأسره، كل من تابع حقيقة يعني التي نشرها أبي طالب الموريتاني حول النظام الجزائري، وخاصة قضية تسليح مالي وعلاقة النظام الذي أصبح يسمى الآن بالنظام، للأسف النظام الجزائر أصبحت تسمى بالنظام الإرهابي بعد تصنيف البوليزاريو بنظام إرهابي. وهناك علاقة لما يقع في إيران في مالي الآن بسبب الجزائر، يعني ملفات ثقيلة جدا تورطت فيها الجزائر وورطت فيها نفسها، كما يسمونها سرطان إفريقيا. نعم، من قال هذه الكلام لم يكذب، كان يعلم بأن هذا النظام يحاول العمل في الخفاء، يحاول فعل أشياء كارثية في الخفاء، لكن دائما يتم كشف ألاعيبه للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أمور في الجزائر أصبحت تخرج عن السيطرة، لكن في استمرار في كشف ملفاتهم الفاسدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماء ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن إخواني، البث المباشر القادم، دمتم في رعاية الله. سلام الله عليكم.